أبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. فانا زعلان بقى. انت ممكن تكون زعلان بقى. كمل يا استاذ. فانا بقى عمال اعيط من ساعه ما الاهلي كسب امبارح، ومن ساعه ما امام عاشور جاب الثلاث اجوال. يعني امام عاشور امبارح يعني حديث السوشيال ميديا انت شايف بين كده الدنيا والاطراف كلها يعني. شايف كده يعني اهدى كده وخلي ان الامور تمشي يعني. انا هادي ليه؟ انا فاهم يعني. انا متضايق فمش عارف اتكلم. ده بالنسبه للمعلول. انا مش قابل ان انت تقول لي انت متضايق الاهلي كسب. انت رجعنا 30 سنه يا عم ما ورا. تتضايقش، انت مبسوط. لا ما يصحش. لا ما يصحش طبعا. انا راجل لما اجي بتكلم صحفي كبير ما ينفعش. ما بتديش فرصه اتكلم ليه يعني؟ ما بتديش فرصه، لكن ما تقولش انت اهدى. انت متضايق ان الاهلي كسب، ان امام عاشور جاب. انا مش جمهور. خلاص انت مش متضايق، انت مبسوط جدا يا يولع يروح في هو اللي جاب 3 اجوان ده يولع. ليه يا سعود انت بتقرا ليه؟ ما انت مش بتقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحبايب بوكس تو بوكس هشام البغدادي، يا رب كلكم تكونوا بخير. حلقة مضغوطة جدا وحلقة مهمة جدا فيها أخبار خطيرة خطيرة. شادي عيسى هيلطم عشان عايز 3 فرق في البطولة بتاعت أبطال الدوري، والقوسي مسك في الخضري وبهدلوا بعض على الهوا بسبب معلول وبسبب إن الخضري سب إمام عاشور. وغير كده بقى قعدة زيزو النهارده اخر المستجدات في الجلسه بتاعت زيزو، والنهارده الحسم لاكرم توفيق. حلقه من الاخر يعني. نبتدي حلقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انصر اخواننا وامدهم بمدد من عندك وزلزل الارض من تحت اقدام اعدائك واعداء الدين، اللهم امين يا رب العالمين. الف حمد لله على السلامه لاخواتنا لاعبين بيراميدز. النهارده حصلت كارثه في الطياره، الحمد لله، بعد ما طلعوا من هم كانوا فين؟ في انجولا. كانوا في انجولا. بعد ما اتحركوا من انجولا بساعتين اتعرضت الطياره لمطبات هوائيه رهيبه لدرجه ان اللاعبين حصل لهم، بعض اللاعبين حصل لهم اغماء. خلاص بقى يعني حياه او موت. العمليه كانت صعبه جدا 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 يعني. هم دلوقتي في حاله انهيار، لكن ان شاء الله رجعت الطياره بالسلامه وهتيجي بقى تتحرك تاني بالليل. يعني هيجوا على بالليل بمشيئه الرحمن. الف حمد لله على سلامتهم. والحمد لله النهارده الاهلي اتاهل للدور ربع النهائي رسميا بعد فوز اورلاندو. فاز النهارده على شباب بلوزداد. النهارده شباب بلوزداد كان تعبان وعندهم عيل اللي هم بتوع اورلاندو دول، واد كده رفيع يعني، بس ما شاء الله شاط كورتين على الجون. واحده جت في دماغ المدافع كومته قبل الهدف الثاني ما يجي ب3-4 دقايق. رجليه مطرقه. النهارده هم يستحقوا الفوز طبعا. كده شباب بلوزداد خرج، وكده المباراه على الاول والثاني. مباراه الاهلي واورلاندو هتبقى على الاول والثاني. تعالوا نسمع شادي عيسى يا جماعه بيقول ايه الاول. 9 واورلاندو 8، والمباراه الجايه ما بين شاب بلوزداد واستاد بيتشان والاهلي واورلاندو. مشكله كبيره جدا يعني، مشكله كبيره جدا ممكن تحصل للنادي الاهلي. لكن النهارده امام عاشور بيحرز 3 اهداف مع فريق في الشوط الثاني اثبت قد ايه الاتحاد الافريقي اتحاد لا يبحث عن الاستفاده. الحقيقه انه هيوصل بقى بالاستفاده ان الزمالك يبقى في البطوله، اللي هو دائما حصاله برضو يعني انت بتتكلم على فريق اللي هو استاد ابيجان كانه يعني ده فريق يعني جاي كارت حش، وانتوا يعني الخلاصه اللي بتاخدوا على وشكم، انتوا الخلاصه. الفرق اللي زي دي هي فرق مشاركه وليس فرق منافسه. يعني لا تنافس. قد تبقى موجوده تكمله عدد. الحل ومش بس استاد ابيجان، ده في حاجات تانية يعني في الفرق الاخرى او المجموعات الاخرى. وهنا الحقيقه هتمنى انه الاتحاد الافريقي يعيد النظر في توسعه المشاركه واعطاء الفرق اللي هي تملك تاريخ وقوه وتنافس زي نادي الزمالك. يعني ليه ما ياخدش مصر اول 3 انديه؟ دي النقطه اللي عايز اوصل لها. هي دي النقطه اللي عايز اوصل لها. هو مش قادر بايديه يخش البطوله، فعايز بقى يعني الاتحاد، يعني الفرق دي مشاركه مش منافسه، لكن احنا بننافس. الزمالك
اللي ليه تاريخ بينافس. نافست امتى؟ نافست امتى؟ بلاش كذب. طب ما انت بتخش بتبقى مكانه. اللي انت بتتريق عليه ده انت بتخش بتبقى مكانه. انت بقالك كام سنه حصلت المجموعه. زعلان قوي من الفرقه دي، مش عايز تديها حقها عشان انت تخش تالت. يعني المفروض ياخدوا من مصر الفرق اللي عندها تاريخ، اصل احنا بنشتغل بالتاريخ والجغرافيا. انتوا فين؟ والاهلي بمستوى ده هو بقى هيكمل. يعني بيقول لك ايه؟ الاهلي بمستوى ده ممكن يوصل للنهائي. مستوى ده وانتوا مستواكم ايه؟ انتوا عملتوا ايه قدام ابو قير؟ عملتوا ايه؟ ده انتوا عديتوا من ابو قير. النهارده بقى يا جماعه حصلت مشكله جامده قوي 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 بين القوسي والخضري. الخضري بيسالوا على علي معلول، بيسال القوسي على علي معلول، فالمفروض ان هو ايه؟ عايز يقول يعني ان الفوز ادى هدوء للفريق وانهم بقى هيفكروا بهدوء. بصوا بقى الدخله بتاعت الخضري. شوفوا الاجواء في الاهلي دلوقتي، والاجواء لو كانت اي نتيجه ثانيه غير المكسب كانت عملت ايه في الاهلي، والصفقات ومش صفقات يا باشا معلول شوف، ما انا ما قلتش لك داخل عليها. مالها ومال الاجواء؟ لا مالها طبعا، ليها علاقه بالموضوع. ليها علاقه. يعني الانتصار اللي عمل الاهلي ده عمل نوع من الهدوء والاستقرار في الناس. هيخليه يضمه. وارد جدا الناس بتفكر بهدوء. لا يعني اديني فرصه اتكلم بس يا استاذ خضري. يعني انت يا بص في ايه؟ انت مش بتتكلم في حاجه. اديني فرصه، عايز اقول لك ما انا عايز اتكلم انا كمان. يعني هل الصفقات انت ليه بقول لك عايز اتكلم. انا بقول لك الدنيا كلها مربوطه طبعا، ليها علاقه بالحاجات. يبقى ده تفكير يعني؟ تفكير. يعني انا بفكر كده. ايه؟ لما خسرت لا يعني الاجواء تبقى متوتره، هتشتغل شويه، هتدوس، كله هيبقى ضاغط عليك. لكن بص معلول ماشي، ما انا ده جاي لك على معلول وانا رايح فين؟ قول يعني ليه مستعجل؟ بقول لك ليه؟ بتتوهني. ما بتوهكش، الحاجات مربوطه ببعضيها. اللي هي عايز تفصل ليه الحاجات؟ اللي هي قول لي طيب. مش معقول يا اخويا، مش طريقه نقاش. قول لي لا انت اللي بتعرف تناقش، انا ما بعرفش اناقش. الله. بقول لك الاهلي جاي مرتاح نفسيا ومعنويا. ده هيضفي اجواء هاديه جدا في العلاقه. قرار مدرب يا ابني. يا سيدي طب اديني فرصه اوضح فكرتي. انا بقول رايي، انا مالي مال قرار مدرب. مين اللي هياخد يا عم انا مالي مال قرار مدرب؟ ما انا جاي لك في الطريقه. جاي في طريقه طبعا. ما تخلص قول لي. لكن مش بتديني فرصه اقول رايي ليه؟ قول يا عم رايك انت بتدخلني. انا بقول لك معلول الراجل هيضمه ولا مش هيضمه؟ وانا ليه لما بقول لك ان الاهلي جاي منتصر ومنشكح وهادي الاعصاب بتاخدني بتضايقوا؟ انت برضه ليه؟ بديني فرصه برضه اوضح. بدات تاني ترجعنا 20 سنه. ارجعك ليه 20 سنه لورا؟ هو انت مش عايز نتكلم على اي حاجه حلوه موجوده في الاهلي؟ ليه طيب يا خضر؟ ما تهدى اديني فرصه اتكلم. انا مش عايز طب انا لسه بقول لك الاهلي جاي هادي. مش انت بيت الحلقه. الاهلي جاي هادي ومبسوط. ده بيأثر على قراراته وحتى عملياته مع الناس، تعاملات كولر مع الاداره، تعاملات اللعيبه. هفكر هاخد علي معلول مش طايقه. اول مره القوسي ياخد موقف معاه. اول مره يا قوسي تاخد موقف مع الخضري. طول عمره هو اللي راكب في الحلقات ورأيه هو اللي بيمشي. اول مره اشوفك بتمشي رأيك وبترد عليه على الهواء مباشرة. بعد ما رد عليه القوسي بيقول ايه بقى على امام؟ بيقول يكش يولع بجاز او يكش يتحرق. هنشوف هو بيقول ايه. فانا زعلان بقى. انت ممكن تكون زعلان بقى. كمل يا استاذ. فانا بقى عمال اعيط من ساعه ما الاهلي كسب امبارح. ومن ساعه ما امام عاشور جاب الثلاث اجوال. يعني امام عاشور امبارح يعني حديث السوشيال ميديا. انت شايف بين كده الدنيا والاطراف كلها يعني. شايف كده يعني. اهدى كده وخلي ان الامور تمشي يعني. انا هادي ليه؟ انا بقى يعني انا متضايق فمش عارف اتكلم. ده بالنسبه للمعلول. انا مش قابل ان انت تقول لي انت متضايق الاهلي كسب. بترجعنا 30 سنه ورا. يا عم ما تتضايقش، انت مبسوط. لا ما يصحش. لا ما يصحش طبعا. انا راجل لما اجي بتكلم صحفي كبير ما ينفعش. ما بتديش فرصه اتكلم ليه يعني؟ ما تديش فرصه. لكن ما تقولش انت اهدى. انت متضايق ان الاهلي كسب ان امام عاشور كابتن. انا مش جمهور. خلاص انت مش متضايق، انت مبسوط جدا يا يولع يروح فين؟ هو اللي جاب 3 اجوان ده يولع. ليه يا استاذ انت بتقرا ليه؟ ما انت مش بتقرا يا استاذ خضري. ما انت بتخليني اقول كده. ليه بتقول عليه كده يعني؟ بقول لك يولع على حد. ما انت دخلتنا بقى في النقاش ده. يولع ازاي يولع يا استاذ خضري؟ انت ليه بتقرا؟ انت متضايق برضه؟ ليه بتكره واحد؟ انت ليه اللي بينك وبينه اصلا يعني؟ يا عم انت تمام عادي. ما هو جايلكم زمان كنتوا بتشوفوه. انتوا ليه يولع؟ من حقه انه يقول على لاعب يولع في الاهلي؟ هو من حقه؟ الغل والحقد باين، عشان ما حدش يقول لك لما نيجي نتكلم ان دول كارهين مش منافسين. المتابعين المحترمين بتوعنا بيزعلوا. استاذ امحاوي اللي كاتب لي تعليق انك انت يا كابتن هشام لما بتيجي تتكلم على الهجاص انت بتعمل له قيمه. لا انا بظهر الغل والحقد. ما هو في ناس بتسمع الكلام دوت وبتقتنع بيه.
انا لازم اظهر عشان حضرتك برضو لما جيت قلت ان دول اعداء مش منافسين، لان المنافس اللي بينافس بشرف، اللي بينافس بشرف هو ده المنافس. لكن اللي يدي من تحت لتحت ويحقد عليك ويجري على الاتحاد ده، لا ما تمدلوش القيد، يجري على مش عارف ايه، ولما تيجي انت تتكلم في الحق يقول لك لا العدل، ده مش منافس. عدو النجاح، عدو الاهلي الناجح، وهو الوحيد اللي ناجح، ودول مش منافسين. المنافسه شرف، المنافسه راجل لراجل، ما يبقاش واحد بسلاح ناري والتاني داخل عليه بحته حديده، ما ينفعش. ما هو لازم الاثنين يبقوا بسلاح واحد. لكن ده اتحاد، حكام، رابطه، اعلام، قذاره، كل حاجه، فتن، اشاعات، كل الشغل ده حقد وغل وكره. يبقى لازم نتكلم ونظهر الاشكال دي. يقول لك يولع بجاز عشان عمل هنا اللي ما قدرش يعمله في الزمالك. 4 أهداف في مباراتين، ما حصلتش في تاريخ إمام وهو في الزمالك، ولا هو في المنتخب، ولا هو في أي حتة، ولا في ميتلاند ولا غير ميتلاند. ما حصلتش إلا مع الأهلي. اللي الكدابين دول يجي يقول لك ده هو ما وصلش لربع مستواه في الزمالك. اتنيلوا على وكستكم. انتوا بتفهموا؟ والله ما بتفهموا. عرفت يا أستاذ أمحاوي؟ عرفت الغل والحقد؟ انا برد على حضرتك طبعا بكل احترام، ده رايك فوق دماغنا، بس انا بوضح وجهه نظري. انا بجيب الاشكال دي ليه؟ يعني على الهوا مش مسجل، على الهوا، ويطلع يقول يتحرق بجاز، يولع الغل والحقد باين في عينيه. بيقول له انت ليه بتكرهه؟ القوصي بيقول له انت ليه بتكرهه؟ ما هو جالكم وتحايل عليكم وانتوا اللي مشيتوه. انتوا عايزين ايه؟ انا ما بقبلش المثل ده وما بحبوش، لانه اساسا غير حقيقي وغير سليم. اللي هو لا ترحم ولا ما هو رحمه ربنا هتنزل غصب عن التخين اللي ربنا رايد له الرحمه لو الدنيا دي كلها اتطربقت، فهتنزل. لكن المثل منطبق عليهم. انتوا اساسا جالكم الراجل قال لكم انا عايز العب، قلتوا مفيش فلوس. فين ال3 مليون؟ فين ال3 مليون بتوع امام؟ حد عارف راحوا فين؟ عملتوا بيهم ايه؟ عشان الحلقه طويله مش عايزين نطول يا جماعه. النهارده هم سيد زيزو الاتفاق السعودي عايزوا ال6 اشهر دول بيع وشراء ب1.5 مليون. لا هم عايزينه ايه بقى؟ عشان ننجز، هم عايزينه ال1.5 مليون دول يبقوا اعاره. يعني عايز ياخدوا 6 اشهر 1.5 مليون اعاره. اصل واخد ميسي، عايزين يدوهم زيزو ال6 اشهر دول 1.5 مليون دولار اعاره، بس بشرط ان زيزو يوقع 3 سنين. طب هو ليه يوقع؟ يعني ما هم 6 اشهر، ليه يوقع ويبقى تحت رحمتكم 3 سنين وتطلعوه اعاره او ما تطلعوهوش، تستفادوا او ما طب هو ليه يعمل الكلام ده؟ ايه المخ ده؟ هتضيعوا على نفسكم برضو 75 او اكتر من 75 مليون جنيه في 6 اشهر. يعني انتوا المفروض هتاخدوا 1.5 مليون دولار، اكتر من 75 مليون جنيه في 6 اشهر. هتضيعوهم برضو بغبائكم وهيروحوا عليكم. اكرم توفيق يا جماعه النهارده الاهلي بيقول له ساعات وترد علينا. خلاص بعد ما عرضوا عليه 15 وبعد كده 20، عرضوا عليه 22 15 و7 بقى اعلانات وبتاع ومش عارف ايه، عشان برضو ما يبوظوش الدنيا مع اللاعبين. 15 وفي 7 اعلانات. طبعا الاهلي لما بيقول كلمه بتتنفذ. 22 قال لهم افكر، قالوا له قدامك ساعات وترد علينا، يعني النهارده او بكره بالكتير ترد علينا وتقول لنا انت عايز ولا مش عايز. لو مش عايز يبقى هو موقع في قطر وبيضحك عليهم، عشان نبقى ايه صراحه وفاهمين اللي بيتم من ايه من اكرم توفيق. اكرم بيحسس الجمهور ان هو باقي على الاهلي، لكن هو لو ما خلصش على 22 3 سنوات يبقى هو موقع وبيضحك علينا، عشان نبقى واضحين. والاهلي مش هيقف على حد. شفتوا التعليق المحترم؟ المعلقين العرب لما بيعلقوا في المباراه بيحسسوك بفخر. بيقول لك ظلم للانديه الافريقيه انها تقابل نادي زي الاهلي العالمي. ظلم ليهم انهم يقابلوا نادي زي الاهلي العالمي ناقص منه 12 لاعب، ومع ذلك فريق منظم وبيفوز بال3. وهنا يجي يقول لك ازاي ده ضعيف، ده مش عارف ايه. بيقول لك انت فزت على فريق ضعيف. الاخ شادي والتاني حاقد وكاره،
قول لي راي حضرتك ايه، وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.